متتبعي قناة سوبر سبورت، أهلا بكم في فيديو جديد، والبداية بالتفاصيل. يستمر كبرانات الجزائر في نشر صمومهم واعتماد جميع الخطط والدسائس من أجل خلق الفتنة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتأثير على العلاقات بين فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وباتريس موتسيبي رئيس الكاف، من خلال التأثير على الأخير لإصدار قوانين جديدة تخدم الأجندات السياسية للجزائر، وإصرار مسؤولي الجارة الشرقية على استغلال الحقل الكروي من أجل نفت سمومهم تجاه المغرب. وكشفت مصادر متطابقة وفق الأخبار إن المسؤولين الجزائريين بتنسيق من نظرائهم في جنوب إفريقيا يضغطون على موتسيبي بقوة من أجل أن يقوم الأخير بتعديل قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومنح صفة العضوية لكل دولة، حتى ولو لم تمتلك العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك من أجل فسح المجال أمام جبهة البوليزارو للانخراط داخل الكاف. وتصدت جامعة كرة القدم الوطنية إلى هذا الأمر بقوة من خلال رفض التعديل، وهو ما جعل الصراع يحتدم داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إذ أكدت المصادر ذاتها على أن هناك تغييرات كثيرة ستحدث داخل الجهاز الكاف خلال الشهر المقبل، وذلك لتصحيح عدد من السلوكات والأخطاء التي ارتكبها موتسيبي في الفترة الماضية. وإن الاتحاد الدولي لكرة القدم من المحتمل أن يتدخل من أجل إيجاد تسوية للموضوع. شكرا على مشاهدة الفيديو، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من قناة سوبر سبورت.